الحوت القاتل المعروف باسم اوركا من المخلوقات الذكيه جدا اللي بتعيش مع بعض في مجموعات، وكمان بيصطادوا مع بعض في مجموعات وبيعملوا خطط ذكيه جدا للصيد. وحتى مؤخرا انتشر فيديو ل 30 حوت من حيتان الاوركا وهم بيهجموا على حوتين كبار جدا هجوم متواصل لمده 5 ساعات. مثال تاني برضو مجموعه من الاوركا بتحاول تهجم على كلب بحر موجود على حته ثلج. في الاول بيجي واحد من الاوركا يبص عليه يشوف هو فين بالظبط ويدي اشاره، فيجي واحد اوركا يعمل موجه من تحت الثلج كده وتبقى الموجه من فوق، بحيث الموجه دي تزق كلب بحر فيقع. اول موجه ما نفعتش، فواحد تاني طلع بص لقاه لسه ما وقعش، فعملوا موجه تانيه بس المره دي ب2 حوت. وبعد كده بصوا عليه برده لقوه ما وقعش، فعملوا موجه ثالثه ب3 حيتان المره دي، فالمره دي وقع. وده يدل ان هم مش مجرد ان هم بيعملوا موجه كده وخلاص، لا ده في واحد بيبص وبيدي اشاره وبيخططوا وبيرتبوا. فطبعا ده مستوى عالي جدا من الذكاء، غير ان هي اصلا معروف عنها ان هي صاحبه دماغ في الاكل. يعني مثلا هي بتهجم على القرش الابيض العظيم اللي هو اصلا من اشرس المخلوقات في المحيط عشان بس ياخدوا منه الكبد بتاعته. رغم السلوك العدواني جدا في الطبيعه ده والعدائيه دي كلها، لكنها مع الانسان ودوده جدا، ولما بتشوف الانسان على مركب ولا على يخت ولا حاجه بتحاول انها تتقرب منه وتتعرف عليه وتتفاعل معاه، وده اللي خلى الانسان يحاول يستأنسها ويربيها زي الدلافين كده. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا بيكم في قناه السمك في اسكندريه، معاكم عمرو ابو الوفا. والنهارده ان شاء الله هنلخص الفيلم الوثائقي ذا بلاك فيش من انتاج CNN، وهنتعرف من خلاله على الحوادث اللي حصلت للانسان لما حاول يدرب ويستأنس حوت الاوركا القاتل. الحقيقه ان الفيلم فيه تشابك زمني كبير، بس احنا عشان خاطر نفصص الاحداث هنتعاملوا بالتسلسل الزمني الصحيح عشان مش ناقصه توهان. تبدا قصتنا مع الغطاس العجوز ده الكيوت ده. بيقول لك ان سنه 1970 وتحديدا في واشنطن بدا يطلب منهم ان هم يمسكوا حيتان الاوركا دي. كان معاهم قوارب صيد وقوارب سريعه وطياره، وكانوا بيحلقوا على حيتان الاوركا دي باستخدام القنابل، يرموا عليها القنابل عشان يحلقوا عليها ويدخلوها في الخلجان الصغيره. من ذكاء الحيتان دي كانت لما تخش الخلجان الصغيره كانت تقسم نفسها مجموعتين، مجموعه من الذكور يخشوا في اتجاه ومجموعه من الاناث والصغار يخشوا في اتجاه تاني عشان يضللوا الناس اللي بيطاردوهم. بس للاسف الحيتان عشان تتنفس لازم تطلع على وش الميه، وطبعا هم كانوا معاهم طياره، فكانت الطياره بتشوف فين الحيتان الصغيره دي وتبلغ بيها المراكب ان خلي بالكم اللي انتوا بتجروا وراهم دول معهمش حيتان صغيره. طبعا كان هدفهم اكتر ان هم يمسكوا الحيتان الصغيره لان دي اسهل في النقل واسهل في الشحن. بس حتى الحيتان الصغيره بتاعت الحوت الكبير ده كان طولها من 3 ل 3 متر ونص. المهم كانوا لما بيوصلوا لاخر الخليج بيفرشوا بقى شبك كبير جدا عشان ما فيش اي حوت يهرب، ويبداوا هم يطلعوا الحيتان الكبيره بره الشبك. بيقول لك واحنا بنحاول نمسك الحيتان الصغيره بالطوق ده كانت بتبقى بقيه الاسره واقفه بره الشبكه ممكن تمشي، لكن بقيه الاسره ما بتمشيش ولا حاجه. بيقول لك بقى يعملوا اصوات كتيره جدا ويقعدوا يندهوا على بعض ويقعدوا يصرخوا على بعض، بس ما فيش فايده. طبعا الانسان ايه اللي في دماغه ويبداوا فعلا ان هم ياخدوا العيال الصغيره. بعد ما خلصوا عمليه الصيد اتبقى 3 حيتان صغيرين ميتين في الشبكه، فالطلب منهم طلب غريب جدا ان هم يشقوا الحيتان دي ويملوهم بالحجاره ويربطوهم بالحديد ويرموهم في ميه عشان يغرقوا. طبعا اتضح ان الامر ده غير قانوني على اساس كل اللي فات ده كان قانوني والقنابل اللي اترمت دي كانت قانوني. ما علينا يعني. سنه 1976 اصدرت المحكمه قرار ضد الناس دي ان هم يبطلوا يصطادوا حيتان الاوركا. فهم عملوا ايه بقى؟ راحوا سابوا واشنطن وراحوا يصطادوها في ايه؟ في ايسلاند. 1983 اصطادوا حوت ذكر طوله 3 متر ونص سموه تيليكوم، وهو ده اللي هنركز عليه قصه النهارده. بعتوا تيليكوم ده لحديقه في كندا اسمها سيلاند، وهناك تم تدريبه. وفي سنه 1991 عمل تصرف غريب جدا ان هو شد المدربه بتاعته كان اسمها كيلتي، شدها من رجلها وغرقها. طبعا عشان الهروب من المسؤوليه القانونيه هم قالوا ان المدربه غرقت بالغلط، لكن في الفيلم الوثائقي ده سال شهود عيان شافوا الحادثه فعلا وقالوا ان هم متاكدين ان تيليكوم هو اللي شد المدربه من رجلها وغرقها. لما سالوهم قالوا لهم انت ازاي عرفت ان هو تيليكوم بالذات؟ قال لك هو الوحيد اللي كان عنده الزعنفه الظهريه بتاعته مقلوبه كده، وهو ده اللي شدها وغرقها من رجلها. المهم بعد الحادثه دي صاحب البارك قفل من البيزنس كله وقرر ان هو يقفل البارك دي ويبيع الحيتان القاتله في شركه اسمها سي وورلد في كاليفورنيا. الشركه دي اول ما عرفت الحيتان دي للبيع كانت هتطير من الفرحه وكانوا عايزين ياخدوهم باي طريقه. هم كانوا عارفين ان وسطيهم تيليكوم اللي هو الحوت القاتل ده اللي قتل فعلا مدربه، وعارفين ان هو اللي قتلها، يعني عارفين السر بتاع القصه كلها، بس في نفس الوقت هو عايزينه هو بالذات. طب ليه؟ لان هو ذكر ناضج بالتالي هيلقح الناس اللي عندهم. مش بس كده، لا وكمان هيبيعوا السائل المنوي بتاعه. بيقولوا ان في الفتره دي كلها كان السائل المنوي بتاعه هو يعني مصدر كل الصغار، لدرجه ان اكتر من 50% من الحيتان القاتله المدربه فيها جينات تيليكوم ده. لكن هم طبعا قدام الناس عتموا خالص ان هو قتل حد قبل كده. يعني هو بالنسبه للمدربين وللناس كلها اللي شغاله في سي وورلد دي، هم بالنسبه لهم ده مجرد حوت جاي وذكر ناضج وخلاص وهيتدرب ويعيش مع بقيه الحيتان. المهم اول ما وصل تيليكوم ده اكتشف ان هو مرح جدا وبيحب الناس جدا وعايز يتعلم حاجات جديده وبيستجيب بسرعه. فضل ماشي معاهم كويس لحد سنه 2010 هجم على المدربه بتاعته اللي اسمها دوم برانشو، ودي كانت من احسن المدربين الموجودين هناك. مره واحده اكل دراعها وفضل يسحل فيها ويبهدلها لحد ما ماتت واتكسرت واتبهدلت. طبعا كانوا برضو عايزين يعتموا على المساله. في الاول قال لك دي غرقت بالغلط، لا مش مبلوعه. بعد كده قال لك ده هي كانت عامله ديل حصان
فهو شدها من ديل الحصان، وهي كده غلطانه ان هي اصلا عامله ديل الحصان. وطبعا كل الكلام ده كذب في كذب. اداره السلامه والصحه المهنيه المعروفه باسم اوشا رفعت قضيه على سي وورلد، بدات تحقيق في الموضوع. دلوقتي الحوت ده مش بيقتل الانسان عشان هو مجنون او مش عارف بيعمل ايه، لا هو الحوت ده عارف بيعمل ايه كويس. السؤال بقى بيقول هو بيعمل كده ليه؟ خلينا الاول نشوف الظروف اللي الحوت بيتعرض لها بشكل عام اللي بتخليه فعلا مستعد يقتل. الحوت القاتل في الطبيعه بيعيش في مجموعات، كل مجموعه تعتبر عشيره منفصله تربطهم روابط اسريه قويه. حتى في تشريح مخ حوت الاوريكا لقوا ان هو عنده جزء في المخ مش موجود في كل المخلوقات ولا حتى الانسان، الجزء ده خاص بالروابط الاسريه والاجتماعيه. كل عشيره ليها لغه مختلفه، فانت لو جبت حوت اوريكا من عشيره وجبت حوت اوريكا من عشيره ثانيه وحطيتهم مع بعض مش هيقدروا ان هم يتواصلوا مع بعض. اللي بيحصل بقى في البارك اكنك بالظبط جايب زنزانه وحاطط فيها واحد هندي وواحد صيني وواحد الماني وحابسهم بقى مع بعض طول النهار، اي واحد فيهم بيتكلم الاثنين التانيين مش فاهمينه. فطبعا بيحصل حاله من الغضب الشديد، هم يعني عباره عن قنابل موقوته. ده غير ان كمان في حيتان الاوريكا بيبقى في واحد فيهم دايما عايز يبان ان هو مهيمن، او واحد فيهم يسيطر على الاثنين التانيين، فعشان يوريهم ان هو الاقوى وان هم لازم يسمعوا كلامه فبيضطر ان هو يضربهم. فبالتالي حيتان الاوريكا دي طول ما هي محبوسه مع بعض عماله تطحن في بعض، وممكن الاصابات تبقى شديده جدا لدرجه ان ممكن حوت منهم يقتل الثاني عادي. كمان بالليل بيتم تخزينهم في تنكات كبيره، فلو حصلت مشكله بينهم بيفضلوا بقى ايه يتعاركوا مع بعض. يعني ممكن هو مثلا في المحيط لو حصلت مشكله ممكن مثلا حوت يهرب من الثاني، لكن لا في الاسر بقى بيفضلوا يضربوا بعض، ما فيش مكان انك انت تروح في حته. فاللي بياخد علقه بياخدها للاخر. انت حط نفسك مكان الحوت، انت كنت بتقعد طول اليوم ماشي مع عشيرتك بتصطاد وبتمشي 160 كيلو متر في اليوم وتقعدوا تتكلموا مع بعض وازاي تخططوا تصطادوا الفريسه دي ومش عارف ايه، اتحولت مره واحده لحوت محبوس 16 ساعه في تانك، ولما بتطلع من التانك ده مضطر ان في خلال ال8 ساعات دول انك تسمع كلام بني ادم. وكان المدربين بيعاقبوهم بحرمان الاكل، يعني لو حوت منهم واحد بس ما سمعش الكلام كانوا بيحرموهم كلهم من الاكل، عشان بيجي بقى الحوت اللي هو المهيمن عليهم، الحوت المسيطر عليهم، وبيجي يعاقب اللي هو ايه ما سمعش الكلام ده عن طريق ان هو يعضه او برضه يخربشه. غير ان اصحاب البارك دي كانوا بيشتروا الحيتان ويبيعوها بناء على طلبات البارك، ما لهمش دعوه بالعلاقات الاسريه اللي بين الحيتان وبعضها. يعني مثلا ممكن عادي جدا يجي على اي حوت عندها بنت مثلا وعندها صغير ياخدوه منها ويبيعوه في اي حته. فطبعا كان الام لما كان بيحصل معاها كده كانت بتقعد تعمل اصوات وصريخ يعني بقيه اليوم، وكان بيجي بقى الناس التانيين يطمنوا عليها، وجابوا بعد كده خبراء يحللوا الصوت ده، لقوا ان الصوت ده هو صوت بعيد المدى، زي ما اي انسان مثلا ابنه يتوه ويمشي يدور عليه في الشارع ويبدا ان هو يجرب اصوات عاليه جدا عشان يوصل لابنه. الحوت ده بيعمل كده بالظبط، وبيبدا ان هو يجي له حالات زي الارتجاف، حاسس بحاله من الفزع والهلع على ابنه. رغم ان حيتان الاوريكا كانت بتعيش في المحيط لحد سن 60 سنه للذكور وممكن توصل لسن 100 سنه للاناث، لكن هم طبعا في الاسر ما كانوش بيستحملوا الظروف الصحيه اللي هم فيها دي، ان هم نفسيتهم متدمره، فكانوا بيموتوا عند سن من 25 ل 35 سنه. هم بقى كانوا بيضحكوا على الناس، مثلا لما يجوا الناس يسالوا هو عمرهم فعلا 25 ل 35 سنه، كانوا بيقولوا لهم لا ده كمان في الطبيعه بيعيشوا اقل من كده، لكن هم في الاسر بيعيشوا كتير عشان قال يعني بياخدوا خدمه بيطريه. في ظاهره ثانيه غير صحيه بتحصل، بيقول لك ان حيتان الاوريكا دي في الطبيعه نسبه 1% من الذكور بتبقى الزعنفه الظهريه بتاعته منهاره عامله كده، تمام؟ اما بيقول لك لما يكونوا في الاسر محبوسين تقريبا كل الذكور بتبقى عندها الزعنفه الظهريه بتاعتها مقلوبه. طبعا ظاهره برضو غير صحيه. دي كده الخلفيه العامه لحياه الحيتان في الباركات عامله ازاي، يعني حياه مدمره، ما فيش الحاجات اللي هو متعود عليها، مش لاقي حد يتكلم معاه. زائد ان كمان بعض الحوادث اللي بتحصل فيها ان هو بيهجم على مدربين، بتبقى بيحصل حادثه صغيره او حادث صغير هو ده بيبقى بالنسبه له هو دي القشه اللي قسمت ظهره. بس المشكله مع حاله التعتيم مستمر من اصحاب البيزنس، فمش دايما التفاصيل دي بتكون واضحه. فتعالوا نشوف امثله من هجوم حيتان الاوريكا على مدربين. سنه 87 كان في مدرب اسمه جون سليك، كان المدرب ده راكب على حوت اوريكا وكان بيراجع بيه لورا، مره واحده راح حوت اوريكا تاني راح نط في الهواء ونزل عليه بتقله، فطبعا الراجل جسمه اتدغدغ. وطبعا المسؤولين قال لك دي غلطه المدرب ان هو استخدم توقيت مش صحيح، لكن بعد كده لما الفيديو يعني انتشر والناس شافوه قال لك لا المدرب ما عملش اي حاجه غلط، وان هي فعلا الحيتان كانت متعمده انها تاذيه. مثال تاني مدربه اسمها تامري كانت قاعده على الصخور كده في فتره راحه، وكان في حوت اوريكا تحت منها، فكانت بتحط رجلها عليه وتشيلها، تحط رجلها عليه وتشيلها بدون اي هدف. عملت كده كذا مره، فالحوت حس ان هي بتستهزأ بيه يعني، فراح جاي بتحط رجلها، راح جاي شدها من رجلها وجايبها، وبدا ان هو فعلا يهجم عليها، وعلى بال ما قدروا ينقذوها طلعت وكانت دراعها فعلا متقوسه. وحوادث ثانيه كتير حاول فيها حوت الاوريكا ان هو يهجم جامد، يعني يندفع جامد على المدرب، او ان هو ينط فوقيه، او ان هو يسحله باي طريقه. اكتر حادثه
بيعتبروا فيها المدرب اتصرف بشكل مثالي. هي سنه 2006 حادثه المدرب اسمه كيم بيترز. ده اللي حصل ان الانثى الحوت مسكته من رجله وبدات تغطس بيه لحد قاع البول تحت، لدرجه ان هي كل مره كانت بتنزل بيه تحت الميه لمده دقيقه او دقيقه و20 ثانيه. عملت كده لمده 3 مرات، وكل مره كانت بتطلع بيه على السطح شويه، ما كانش بقى يقعد يخبط، ويعني كان هادي وعمال يطبطب على الحوت اكن مفيش حاجه بتحصل، وحافظ على هدوءه مع انه كان بيتنفس بصعوبه. وصل هنا لما طلع بيه ثالث مره هو فعلا كان خلاص بيموت، بس برضه ايه محافظ على هدوءه ومحاول ان هو يربط يعني يطبطب على الحوت ده، لحد ما الحوت غفل عنه لحظه راح جاي عايم بكل قوته وطلع بره البول. يقول لك بقى ان ده كده الشكل المثالي للمدرب اللي هو متدرب كويس. لو كل مدربين واخدين نفس تدريب المدرب ده عمرهم ما هيتاذوا، عمرهم ما يموتوا. طبعا كل ده كذب. وحادثه كمان بس المره دي في جزر الكناري، بارك اسمه لورو باركي. لورو باركي ده كان الظروف فيه اصلا مش كويسه، والناس كلها في مجال البيزنس عارفين لورو باركي ده الظروف فيه مش كويسه. مع ذلك ودوا له 4 حيتان اوريكا، بول هناك كان في اماكن بايشه، فحوت الاوريكا بيقعد يعضعض فيها ويبلع منها اجزاء، فبالتالي كانت بتكسر له اسنانه وبتعمل له تسوس في الاسنان السليمه. وكانت كمان بيضطروا ان هم يعملوا له زي ما انتم شايفين كده، بيدخلوا المنظار جوه بقه عشان خاطر يشوفوا المشكله اللي في معدته ويحاولوا ان هم يعالجوها. فكان يعني غير بقى الظروف الاجتماعيه اللي هو عايش فيها، اللي هو اصلا على طول غضبان، وكمان ظروفه الصحيه فيها كانت زي الزفت، لدرجه ان هو في يوم من الايام برده هجم على المدرب بتاعهم كان اسمه اليكسيس، وكان المدرب ده برده من اشطر المدربين هناك. وتاني يوم لما جابوا اهله عشان يتعرفوا عليه اتفاجئوا ان صدره زي ما يكون انفجر، صدره مش موجود. نرجع تاني للحوت تيليكوم اللي قتل المدربه بتاعته سنه 2010، كان اسمها دوم برانشو، في البارك اللي اسمه سي وورلد في كاليفورنيا. ايه اللي حصل بالظبط في اليوم ده؟ بيقول لك في اليوم ده كان العرض كله بتاع الحيتان الاوريكا ده، العرض كله كان بايظ، كانت الحيتان مش بتسمع كلام قوي، وكانوا بيجروا ورا بعض ومش مهتمين قوي بالعرض. فكان اصلا تيليكوم ده اساسا ما كانش بيشارك في العروض قد كده، كانوا بيطلعوه كتحيه للناس ان هو يرش ميه على الناس عشان هو ضخم، فيرش ميه على الناس، فايه يعني هو ده التحيه ودي اخر نمره في العرض كله. طبعا هو في الوقت ده كان يعتبر عجوز لانه عنده 29 سنه، وبالنسبه لحيوانات الاسر هو يعتبر خلاص قرب يموت، لان زي ما قلنا قبل كده ان هم في الاسر اخرهم 35 سنه، حتى ممكن يقعد بال3 ساعات مكانه ما يتحركش، هو حاسس بفقدان الحياه اصلا. لكن عشان العرض يوميها كان هيبوظ، بدات بقى دون تطلب منه اكتر من ان هو يحيي الجمهور، لا بدات تطلب منه حركات كتيره جدا، وفي نفس الوقت الاكل كان معاها قليل، ان هو المفروض بياخد سمك مكافاه بعد كل حركه، فكان السمك اللي بتديله كمكافاه بعد كل حركه قليل. فالخبراء اللي شافوا الفيديو بيقول لك طبعا واضح جدا في اول فيديو ان هو كان متحمس جدا ان هو يشتغل معاها. الحماسه دي فضلت تقل طول العرض لحد ما وصلت لاخر عرض خالص. دون طلبت منه ان هو يحيي الجمهور بالزعنفه بتاعته اللي هي من تحت دي، يحيي الجمهور كده حوالين البول. هو مشى فعلا بدا يحييهم، فهي خلاص هو خلاص حيا الجمهور، فبدات هي تصفر له عشان يرجع، لكن هو عمل دوره كامله وما سمعش الصفاره دي. فاللي حصل ان هو لما جه ياخد مكافئته، في نوع من انواع العقاب بيقوم بيه المدربين، ان هو قبل ما يديله المكافاه بتاعته من السمك يقف قدامه 3 ثواني عشان يفهمه ان انت ما عملتش المطلوب بالظبط. طبعا تيليكوم جاي يبقى مبسوط، انا عملت دوره كامله حوالين البول ومبسوط ان انا حييت الجمهور بالشكل ده، فاتفاجئ ان لا، ان هي وقفت قدامه 3 ثواني مش بتديله الاكل، فحس بالاحباط، شكله اتغير عن الاول، بقى على طول قافل بقه وبيتحرك بالراحه. بعد الاستعراض ما خلص نزلت دون عشان تلعب معاه في الميه، اتفاجئت بيه ان هو اكل دراعها وبدا يهاجمها حتى الموت. هو حتى ده بيحصل مع بني ادمين، انت لما تجيب مثلا واحد مجهد وعلى اخره وتطلب منه طلبات وهو بيعمل الطلبات دي متصور ان هو يعني عمل اقصى ما عنده عشان يرضيك، ويلاقيك بتعاقبه كمان وتقول له انت ما عملتش المطلوب، بتلاقي خلاص بقى قفل من الدنيا كلها وهيموت نفسه. في المحكمه مسؤول القوشه بيسال يا جماعه دلوقتي نفس الحوت ده قتل مدربه اللي اسمها كيلتي سنه 91 وقتل دون برانشو سنه 2010، في ال 20 سنه دول انتوا ما اتعلمتوش حاجه؟ مفيش حاجه عملتوها عشان تمنعوا التصرف ده من الحوت؟ مفيش حاجه عملتوها عشان تنقذوا مدربين؟ وكانت طبعا النتيجه ان هم ما عملوش اي حاجه. مش بس كده، ده لحد سنه 2004 في البارك ده بس حصل 80 حاله هجوم من الحيتان على الانسان، وطبعا كل اللي بيعملوه هو التعتيم والقاء اللوم على المدرب عشان البيزنس ما يقفش. طبعا المحكمه ما عرفتش توصل لحاجه، بالذات ان دايما اصحاب البيزنس بيستخدموا شهود زور وبيعرفوا يخلوا الشهود دول يشهدوا ان مدربين هم اللي كانوا غلطانين. بالنسبه لدون برانشو عشان هي كانت شاطره جدا في الشغل وكانت شخصيه محبوبه ومؤثره، فاتعمل لها مؤسسه خيريه باسمها. المؤسسه دي بتنظم سباق كل سنه مدته 5 كيلو، وعائدات السباق ده وايرادات السباق ده بتروح للمنظمات الخيريه. حتى هذه اللحظه عروض حيتان الاوريكا شغاله عادي جدا وما انقطعتش ولا حصل فيها اي حاجه ولا اي تغيير. تيليكوم مات سنه 2017 بعد ما قعد 34 سنه تحت سيطره الانسان الكامله. مش بس كده، ده عمل حوادث اكتر بكتير من المعلن عنها، بس طبعا كله تم التعتيم عليه. يا رب المحتوى يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.